ينبغي أن يزحف بالزحوف. مشاهدينا، هذه الآن كلمة للزعيم الليبي معمر القذافي عبر التلفزيون الليبي. مليون، نصف مليون، 3/4 المليون، المليون وأكثر. هذه هي كلمة المليونية، الزحوفات المليونية التي يجب أن يقوم بها الشعب الليبي على الجبل أو باتجاه أي منطقة بها عصابات مسلحة تستنجد بكم لكي تصبوا ناركم علينا. الشعب الليبي سيزحف في اتجاه الشرق أو في الغرب أو في أي مكان توجد به عصابات مسلحة، سنزحف عليها بالزحوفات المليونية لتجريدها من السلاح بدون قتال. سيزحف 4 مليون ليبي أو نصف مليون ليبي بدون قتال لمداهمة العصابات المسلحة وتجريدها من السلاح أمام العالم. ولن تستطيع طائراتكم أن توقف الزحوفات المليونية، ولا العصابات المسلحة التي تساندونها تستطيع أن تصمد ولا دقيقة أمام الزحوفات المليونية. نحن سنزحف رجال ونساء بأطفالنا بشيوخنا بكل ما عندنا لتحرير بلادنا ولتوحيد بلادنا. هذا واجبنا التاريخي. لن نتخاذل، لن نخون تاريخنا، لن نخون أنفسنا. صبوا ناركم كيفما شئتم فلن تجدوا جبانا كما قلت لكم. نحن أقوى من صواريخكم، أقوى من طائراتكم. صوت الشعب الليبي أقوى من صوت الانفجارات. إرادة الشعب الليبي أقوى من حديدكم وأقوى من حاملات الطائرات. ليست أول مرة تغزونا وتنهزموا وتنتمون. أنا أخاطب الشعب الليبي في هذه الساعة وأعرف أنه يعيش روح معنوية عالية، ساعات مجيدة. الشعب الليبي الآن يعيش الساعات المجيدة التي تفخر بها الأجيال. أولادنا وأحفادنا سيفخرون بنا بصمودنا اليوم وشجاعتنا اليوم. سنهزم الأعداء، ولكن لا يهمنا النصر. نحن الآن ولا تهمنا الحياة ولا يهمنا الموت. نحن قررنا أن نقوم بواجبنا. معركة فرضت علينا ظلما وعدوان لم نكن سببا فيها أبدا. قررنا أن نقوم بواجبنا الذي يجب أن نقوم به. واجبنا اتجاه التاريخ، اتجاه الأجداد الذين ضحوا من أجل ليبيا، واتجاه الأحفاد الذين سيعيشون في ليبيا. لا تطمعوا بأي شيء آخر. أنتم تحرثون في البحر، أنتم تحرثون في الرمل، أنتم تجرون وراء الصراف. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ هل نحن اعتدينا عليكم؟ هل عبرنا البحر؟ هل هاجمناكم؟ هل ضربناكم؟ لماذا هذا القصف المتوالي؟ تريدوا خضعنا؟ طز، لن تخضعونا، لن نخضع أبدا. نحن نرحب بالموت. الحياة اللي فيها حفلطسم ما نبوهاش. الحياة إذا كانت تحت طائراتكم وتحت قنابلكم ما نبوهاش. هذه ما هيش حياة. الاستشهاد أفضل مليون مرة. أيها الشعب الليبي، خلي عزيمتك قوية، وأعرف أن عزيمتك قوية ورؤوسكم مرفوعة. وأنا أرى الشباب تو في باب العزيزية عندما سقطت هذه الصواريخ اتجهوا نحو باب العزيزية بصدور عارية. هذا الشعب الليبي اللي تحسبوه بيخضع، ما بيخضع الشعب الليبي. الرجال والنساء في مواجهة معركة المجد، معركة الحياة. وقلت لكم لا تهمنا الحياة الآن، ولا يهمنا حتى النصر، ولا يهمنا الموت. احنا اللي يهمنا هو واجبنا الذي يجب أن نقوم به، سواء كان متنا، استشهدنا، انتحرنا، انتصرنا، ما يهمناش. هذه كل ما يهمنا واجبنا اللي يجب نقوم به اتجاه التاريخ واتجاه الماضي واتجاه المستقبل. بلادنا وتم الهجوم علينا في ديارنا، في بيوتنا. حتى النسوان من الغيظ يتقدمن للتدريب على السلاح بالآلاف. شيء عظيم. المرأة الليبية، شوفوا المرأة الليبية يتقدمن بالآلاف للتدريب على السلاح للقتال.
لن تستطيعوا هزيمة شعب مسلح، لن تستطيعوا هزيمة شعب مسلح. ستثور بنغازي وستثور درنا وطبري والبيضة، سيثور الجبل إلى شم الجبل الأخضر، وسيكون هناك فدائي تحت كل شجرة من الجبل الأخضر. تعرفون قبائل البرقة التي قاتلتكم، تعرفون شجاعة هذه القبائل. تلحق الإهانة اليوم ببنغازي عندما تزورونها بوزرائكم الوسخين، تبغوا تفسخ شومة بنغازي، تبغوا تهينوا بنغازي، تبغوا تهينوا قبائلنا العظيمة، ولكن هذه القبائل ستمحو العار، ستمحو العار. لا وجود للخونة، لا قيمة للخونة، هذوما هباء منثورة. سيبقى الشعب، سيبقى الشعب. الصمود، الصمود. أنا لا أتكلم فوق الطائرات والقصف بجنبي، ولكن روحي بيد الله. لا نفكر في الموت، ولا نفكر في الفناء، ولا نفكر في الحياة. احنا نفكر في القيام بالواجب. بلادك وانت فيها، عدوان جاك في أرضك في بيتك، قوم بواجبك إلى الأمام بالزحوف المليونية شرقا وغربا. مشاهدينا، كانت هذه الكلمة الصوتية للزعيم الليبي معمر القذافي عبر التلفزيون الرسمي الليبي، شدد فيها على أنه باق في طرابلس حيا كان أم ميتا. أعلن عن